الجزء الثاني من الحلقة معانا يعني ضيفي وضيف حضراتكم قصة تحدي الحياة من وراء الخيال، نموذج للإنسان المصري الذي لا يعرف المستحيل. طفل زي ملايين الأطفال اللي بيتولدوا حظه العسر إن هو يصاب بشلل الأطفال، حظه العسر إن والده يتوفاه الله، حظه العسر إنه أسرة من أسر أهالينا البسطاء في حي عابدين. ولكن في ناس بتقدر تاخد نقاط الضعف بتحولها لقوة لطاقة ولا قوة دفع، وبتقدر تستغل دي ان بتقدر تعمل بيها حاجة. تحدي كبير جدا، وكان محب للرياضة جدا، انما ربنا سبحانه وتعالى امتحنه امتحان صعب بشلل الاطفال، ومع ذلك كان بيروح يلعب في المدرسة كورة وبيلعب لغاية ما في يوم ربنا رزقه بمدرس تربية رياضية طلعه من وسط الولاد وبيلعب، قال له اوعى تلعب ولا اشوفك بتلعب تاني، انت تخليك انت يعني فكرة العجز خليته عنده اصرار انه يمارس الرياضه. اجتهد في المدرسه، خد ثانويه عامه. لما خد ثانويه عامه كانت امنيه حياته انه هو يبقى بطل رياضي، وامنيه حياته انه هو يعمل في مجال الرياضه. راح يمتحن في اختبارات القدرات في كليات التربيه الرياضيه، كليه التربيه الرياضيه. هناك خد درس عمره في الاحباط، كل الاحباط اللي في الدنيا. يعني مش يكفي انت كتب خلاص انتوا مش عايزين تاخدوه وبتعتبروا ان هو عنده شلل اطفال، ما تحبطوش. طلع من ده، دخل كليه تجاره وتفوق فيها وتخرج محاسب، وتفوق في الرياضه في رياضه المعاقين، ووصل لغايه ما راح دوره اتلانتا، راح في دوره اولمبيه وخد ميداليات. بعد كل الكلام ده ليه تجاهل رهيب جدا، اضطر ان هو كان وهو اتعرف في خلال السفريات ومع منتخب مصر وهو بيلعب في منتخب مصر العاب قوه فرمي اعتقد. فالمهم كان اتعرف على مدرب امريكي كلمه قال له تعالى امريكا، راح امريكا. سبحان الله، راح هناك كان في جواه اصرار. دخل قال له هل ممكن ان انا اخش كليه التربيه الرياضيه؟ قال له ممكن. مش ممكن ليه؟ ايه المشكله؟ دخل كليه التربيه الرياضيه، تفوق واشتغل معيد ثم استاذ، والنهارده هو نائب رئيس جامعه تينسي. انا بتكلم مع الدكتور عصام حميدو، نموذج مصري. قابل الرئيس بوش وقابل الرئيس كلينتون لانه لعب باسم امريكا في رياضه المعاقين، حقق بطولات، حقق نجاحات عمليه، من اشهر الاساتذه النهارده في التربيه الرياضيه في امريكا. احنا فين وهم فين؟ ايه اللي بنعمله في نفسنا ده؟ بعيدا عن ده، انا عايز اقول ان جوه الانسان لما يبقى عنده قصه التحدي دي، لما يبقى هو عنده الاراده دي، لما يبقى ما فيش حاجه توقفه. الاراده دي زي ما قلت لحضراتكم ان انا معايا قصه من قصه من قصص الكفاح والتحدي والاصرار، وقصه الناس اللي في ناس كتير جدا بتقول ان المستحيل ان يكون هناك مستحيل. انا بعتقد ان الدكتور عصام حميدو واحد من هؤلاء البشر. قصته الحقيقه انا هخلي يعني نتكلم مع بعض. الدكتور عصام حميدو دلوقتي من طفل صغير امتحن الله امتحان صعب بشلل الاطفال في حي عابدين، زيه زي ملايين الاطفال. النهارده عصام حميدو هو يعني نائب رئيس جامعه تينسي الامريكيه. النقله ما بين عابدين لغايه جامعه تينسي ومن طفل صغير كانت كل حاجه مسدوده، كل الدنيا بكل المقاييس لما تختبر اختبارات كثيره جدا لما هنعرف كل حاجه مسدوده. انما يبقى في اراده وفي اصرار وفي كفاح وفي قوه من جوه، قوه النفس وفي الايمان، مفيش مستحيل. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك انت الاول؟ الحمد لله. ولادك ازيهم؟ والله الحمد لله تمام. انت عندك عندي ولد وبنت. ولد بنت في امريكا. نعم. ومراتك امريكيه؟ مراتي امريكيه. الحمد لله. والوالده هنا زيها؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله كله تمام. كله تمام. انت اخبارك ايه؟ انا والله تمام. اخر حاجه في الجامعه انت فين بقى دلوقتي؟ انا دلوقتي ماسك نائب رئيس الجامعه في الدراسات العليا في جامعه تينيسي. ومستشار حاكم ولايه تينيسي في الصحه واللياقه البدنيه. الصحه واللياقه البدنيه. نعم نعم. مستشار حاكم الولايه. نعم. طيب بتستشار بياخدوا كلامك ولا مستشار؟ طبعا.
يعني اشرح لي كده مستشار هناك زينا، احنا عندنا مستشار ده يعني يقول بس ما حدش بياخد يعني احنا بنحط اللي هو الخطط والبرامج بالنسبه للرياضه والصحه واللياقه. انت بتتكلم عن الرياضه بالنسبه للشعب عشان الناس، اصل احنا عندنا المنظومه غلط. احنا بادئين الرياضه اصلنا بالمعكوس. احنا فاهمين ان الرياضه اللي هي رياضه البطوله، انما رياضه البطوله بتيجي بعد رياضه الممارسه. فانت بتتكلم عن الممارسه. انتوا بتحطوا البرنامج بتاع البرنامج كله بتاع الولايه او اللي هيشتغلوا عليه. هو زي ما اتفضلت حضرتك يعني، بس انا قبل ما اتكلم يعني انا عايز اهني اللي هو بطل مصر وبطل العالم. والله انا سعيد جدا جدا. طبعا اي نجاح لاي مصري فهو نجاح لمصر كلها. علاء ابو القاسم للكابتن علاء ابو القاسم يعني، في الف مبروك لمصر وللكابتن علاء يعني. دي حاجه طبعا لما بترفع العالم بره دي حاجه بتبقى مشرفه جدا 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 يعني. فربنا يوفقه، واتمنى ان المسؤولين هنا عن الرياضه ان هم ياخدوا الحاله ديت ويعملوا عليها بحث علمي كويس، يشوفوا الراجل ده ازاي. طب انت اللي هتعمل بحث هتعمل ايه؟ يعني انا اقدر اشوف يعني انت منطلق اكاديمي وخدتها لاعب ويعني مارست واكاديمي في الرياضه. يعني قول لي هتعمل ايه؟ انا هشوف الراجل دوت من اول ما بدا لغايه لما وصل للميداليه ديت عمل ايه، وبعد كده نبدا نقيس، نعمل قياسات في بالنسبه للعبه بتاعته، يعني قياسات بدنيه نفسيه كويس في المرحله اللي هو قضاها يعني، وازاي كسب الميداليه ديت، ومن خلالها نبدا بقى نشوف ايه بقى نحط رجلنا صح بالظبط كده يعني. واتمنى يعني ان احنا تبقى الرياضه مش بالبركه يعني تبقى الرياضه بتبقى على اسس علميه سليمه يعني، بحيث ان احنا نبقى عارفين مثلا انا مسافر البعثه ديت معايا 20 واحد، ابقى انا عارف مثلا من 20 دول هطلع منهم مثلا 10 هطلعوا مثلا من الميداليات يعني. فان شاء الله ربنا يسهل يعني ويكرمنا ان شاء الله. ارجع تاني بس للسؤال، لو انت حضرتك مستشار للحاكم الولايه بالنسبه لما يخص اللياقه البدنيه بالنسبه لشعب الناس في الاهل الولايه دي كلها. ايه هو الرياضه غير الرياضه اللي احنا بنعملها. اولا الرياضه هي للجميع كله يعني. هو احنا خلينا قلنا ممارسه يعني. احنا قلنا ممارسه اللي هي النشاط الحركي، اي نشاط حركي خلينا. نعم. فهي بتبقى الرياضه بنحاول بنشوف طبعا ايه الرياضه هي الطب الحديث، بمعنى ايه ان طبعا السكر، ضغط الدم، الوزن الزياده، القلب، السرطان، كل الحاجات ديت دلوقتي الرياضه اثبتت ان احنا ممكن نتلاشى الحاجات ديت كويس. فهم بيهتموا دلوقتي بان احنا بنحط مثلا التغذيه، بنشوف التغذيه في المدارس، هل التغذيه مثلا فيها نسبه دهون زياده، ممكن نقلل ديت. طب الفتره اللي هي بتاعه الرياضه، الالعاب، حصه الالعاب مثلا 45 دقيقه، هل دي كافيه؟ كل يوم في مدارس بتعملها 3 ايام. فبنبدا نشوف، ومن خلال كده بنبدا نحط خطط وبرامج، والحاكم الولايه بيوافق عليها يعني احنا موجودين مجموعه مستشارين وهو بياخد من الكلام من ده ونطبقها ويطبق ده. نعم. طيب عايز اقول بس نبتدي. طيب دلوقتي في حاجه جديده هناك انت عاملينها هناك عندكم يعني عايز اخد اخر اخبارك هناك ايه قبل ما نرجع لهنا بس. والله اخر اخباري هناك ان انا يعني اخذت اللي هو المنصب دوت قريب، وفي نفس الوقت انا كنت في اللي هي الفتره بتاعتي دي انا رئيس الجاليه العربيه هناك في الولايه اللي انا فيها يعني، اللي هي ولايه تينيسي كويس. والحمد لله ربنا كرمني، عملنا لهم زي نادي كده، نادي رياضي خاص بالاخوه الجاليه العربيه المسلمه اللي هناك في تينيسي يعني. كتير؟ عندنا حوالي مثلا بتاع 25,000. فعملنا لهم برامج رياضيه، عندنا ملعب كره قدم، وعندنا ملعب سله، ملعب طايره، جيم، وعملنا ديت للاطفال ولكل الاعمار يعني، ويبقى تجمع بالنسبه للاخوه اللي هم العرب اللي هناك يعني. طيب وده نشاط كويس يعني. نعم. طيب نرجع هنا، عايز بس من الحكايه دكتور عصام لما نرجع كده بقى، نرجع لورا شويه، نعمل فلاش باك لورا شويه. نعم. فان الواحد، لان كل واحد مننا في حياته خلال مرحله حياته كلها بيتعرض لحاجات كتيره. نعم. حاجات كويسه وحاجات مش كويسه. في ناس لما بتقع ما تعرفش تقوم. نعم. ولما تصدم ما تعرفش تتعدل، ولما تتقلب ما تعرفش مش عارف تعمل ايه.
وفي ناس تستطيع. انما انت وانت في سن ايه بتبتدي، بس عايز امشي واحده واحده. ليه؟ لان القصه دي حضرتك بنحطها، لان هي دي القصص التي يجب ان تروى. ودي وانا شايف ان حضرتك قدوه، انك انت بيبقى في ناس كتير بتعاني مشاكل ممكن تبقى اقل من كده بكتير، بس يبقى حاسس ان الدنيا مظلمه، فلما يشوف ده يقدر على المشكله يقدر يعمل. نرجع بقى وانت طفل صغير، ايه وانا حضرتك يعني انا فرد عادي، يعني انسان عادي يعني. انا اعتقد ان اي واحد ممكن يعمل كده، لو اي واحد مؤمن بالله مؤمن بنفسه. طيب ما هو مش اي واحد بيبقى كده، ما احنا عايزين نقول يقدر يعمل اي حاجه. طيب. فانا اقول لحضرتك انا باختصار يعني انا في حياتي كانت حوالي يعني مثلا 3 أو 4 محطات مراحل غيرت حياتي يعني. يعني انا كنت في سن 3 سنين. اولا انا كنت من اسره فقيره جدا جدا، قاعدين في اوضه ما فيهاش ولا ميه ولا نور ولا كهرباء ولا اي حاجه، والحمام كان مشترك. جالي شلل اطفال في سن 3 سنين يعني. والدي ما قدرش ياخدني اتعالج او اعمل اي حاجه. وابتديت اروح المدرسه. طبعا حضرتك في اللي هو التميز او الحاجات العنصريه، يعني بتشوف انت بتمشي بطريقه مختلفه، فالناس تبص لك للاسف يعني بتبص لك بنظره العطف او الاحسان او كده يعني. فدي كانت بتزيد مني ان انا عايز اثبت ان انا بالظبط دفعتك. طيب نقف قدام دي عشان تشرحها بقى. هي يعني ممكن دي توقعك وممكن دي تخليك تنطلق. نعم. فانت ازاي حولتها؟ والله يا استاذ ابراهيم، انا لو اي واحد قال لي انت ما تقدرش تعمل اي حاجه، انا بحاول اثبته ان هو مش فاهم. يعني فانا اثبت ان فانا في دكتور قال لي انت مش تقدر تعمل اي حاجه يعني، فبحاول بقدر الامكان ان انا اثبت لا انا ممكن اقدر اعمل اي حاجه يعني. فدي اول مرحله وانا 3 سنين يعني. فابتديت العب رياضه من اعدادي كده. ابتديت اروح العب العب كره قدم، بدينا كره قدم، لعبت كاراتيه حضرتك. وكنت فاكر انا مره رحت والله انا حوشت اللي هو الفلوس اللي هو اشترك بيها في النادي، والنادي ده كان اسمه نادي رمسيس اعتقد. ورحت النادي حوشت مثلا سنه بحالها عشان اشترك والعب في النادي دوت كاراتيه. ورحت الكاراتيه المدرب قعدني على جنب لاني انا بجري معاهم فبجري بزق، فقال لي لا اقعد انت استريح ريح نفسك يعني. فلما دخلت ثانوي، انا دخلت مدرسه خديوي اسماعيل، اول سنه في المدرسه كانوا عاملين فريق كاراتيه يعني. فواحد صاحبي بيقول لي ما تيجي انت بتحب الكاراتيه، فانا قلت له انا كنت مع مدرب يعني كان هو ساعتها حزام اسود 3 دان، فقعدنا على جنب يعني، فده مش هيخليني العب. فقال لا بس تعالى بس جرب يعني. فرحت سالت المدرب قلت له يعني انا لو جيت هتخليني العب ولا هتعلم؟ الاول بقى مش عايز دوشه. فقال لي لا تعالى يعني. فحضرتك انا ساعه لما لعبت الكاراتيه ديت بقيت افكر على المدرب الاولاني اللي هو كان يقول لي اقعد يعني. وبقيت ايه يعني بقى ده دافع ليك عشان بقى دافع ليا، وكنت وصلت لحزام بني يعني. كويس. وكنت بطل في اللعبه ديت يعني، بالرغم ان انا مثلا برجل واحده. فدي بتزيد مني اصرارا يعني. في مرحله من المراحل برضك انا كنت عملت حادثه عربيه، كنت رايح بورسعيد في الوقت ده حضرتك انا كنت بطل عالم في العاب القوه يعني. انا لعبت العاب قوه مع منتخب مصر، ولعبت سباحه، ولعبت طايره، ولعبت رفع اثقال في مجال المعوقين، وحتى في مجال الاسوياء برضه. الحادثه ديت لما عملت الحادثه ديت الدكتور قال لي انا خلاص انا مش هقدر اعمل اي حاجه تاني، انت هتبقى انسان معوق يعني، هتبقى مش هتقعد مش الحادثه دي كنا رايحين بورسعيد في العربيه، كنا راكبين عربيه بجو 7 راكب، مات فيها 5. يا ربي يعني العربيه كلها اتفدغت. انا كنت اكتر واحد من الناس المصابين يعني. وقعدت سنه يعني، قعدت سنه ما عملتش اي حاجه، بس عملت حوالي 4 عمليات وعملت علاج طبيعي وكده. وبعد كده ابتديت العب حضرتك من بطل عالم، بقيت العب مثلا ببرتقانه اعمل بيها عشان وانت كنت بتشيل رول حديد. فاخدت مني سنه ورجعت يعني برضك رجعت بطل عالم يعني. المرحله الاخيره حضرتك انا جيت من حوالي كنت في امريكا ساعتها، عندي اصابه في العمود الفقري. لا قبل كده يا دكتور عصام، انا لان برضه دي نقطه محوريه، دي محطه من المحطات المهمه. لما انت خدت ثانويه عامه كنت مصمم انك تخش معهد التربيه. نعم. والله يا استاذ ابراهيم للاسف يعني انا في حاجات كتير يعني نتكلم فيها، بس انا
كليه التربيه الرياضيه دي انا كان امنيه حياتي بعد الثانويه ان انا اخش كليه التربيه الرياضيه. لان انا كان ليا واحد بيدربني كان اسمه الحاج عبد اللطيف ابراهيم. ده كان شيخ المدربين في مصر يعني، وكان مدرب الاهلي ومنتخب مصر يعني. والراجل ده دربني يعني، وكان الراجل ده بالنسبه لي كل حاجه، قدوه ومثال. فانا كنت عايز ابقى زيه يعني، عايز ابقى زيه مدرب. فكان امنيه حياتي اخش كليه التربيه الرياضيه. انا حضرتك دخلت الكليه وعملت الاختبارات، وانا برجل واحده انا كسبت ناس اسوياء في الاختبارات، في الجري والبتاع ومش عارف. بس لما جينا ساعتها قال لي ممكن بقى عايزين يشوفوا اللي هو الكشف الطبي بقى. كويس. وقلعت ولابس شورت، فشاف رجليا 2 مخاصمين بعضيهم، قال لك لا الراجل ده ما يخشش يعني. وطبعا دي كانت بالنسبه لي صدمه يعني. كويس. لكن هنا للاسف احنا كمعوقين احنا مهمشين يعني. هي قبل ما نقول مهمشين، احنا يعني انا اسف في الكلمه، احنا متخلفين. نعم. احنا متخلفين. انا بطلع واحد، انا النهارده اللي يهمني هذا الرجل، هو انا النهارده لما يبقى النهارده، طب ما انا ممكن اجيب واحد بيعمل كل الاختبار ده صح، بس لا يمكن هيبقى مدرب صح او معلم صح. نعم. او بتاع صح. نعم. انما احنا للاسف نكمل، عشان انت هتروح ما انت عملت النقيض بتاعها، او انت. نعم. رديت على ده بحاجه ثانيه. نعم. نعم. فانا حضرتك انا لما قال لي كده طبعا انا يعني احبطت يعني، بس انا دايما يعني ايه يعني انا بؤمن ان ايه كل شيء اسمه نصيب، ولو لي اي حاجه ربنا هيكرمني. تعمل اللي عليك والباقي بتاعك. بالظبط كده يعني. انا حضرتك بعد كده دخلت كليه تجاره، وخدت بكالوريوس تجاره، واشتغلت سنه في بنك يعني. وكنت ساعتها مع منتخب مصر وكده يعني. في الفتره دي انا كنت بسافر مع منتخب مصر، وقابلت المدرب ده كان معجب بيا جدا يعني. انا كنت بلعب حوالي 4 لعبات، وكنت الحمد لله يعني كل لعبه انا كنت متفوق فيهم على مستوى العالم يعني. فالراجل ده عرض عليا يعني ان انا اروح امريكا يعني. وكنت متردد في الاول يعني. انا احب مصر جدا ووطني جدا جدا، واصحابي كانوا يقولوا لي ايه هتسيب الكشري والناصيه والوقفه والحاجات ديت يعني. فاكتر من مره اقول لا انا مش هسافر يعني. ففي سنه من السنين انا حاولت خلاص يعني موقف كده، وقلت خلاص قررت ان انا اسافر يعني. فسافرت امريكا يعني. سافرت امريكا حضرتك، انا رحت اول 6 شهور كنت قاعد مع المدرب دوت، باكل واشرب وانام واتدرب يعني. ودخلت بطوله هناك واخدت 3 ميداليات ذهب. وبعد كده هخش بقى مع منتخب امريكا، العب مع منتخب امريكا. فقال لك القانون الدولي لازم اقعد 4 سنين ما العبش مع منتخب مصر عشان العب مع منتخب امريكا. فال4 سنين دول انا هقعد فيهم فاضي يعني، ما فيش اي حاجه يعني. فابتديت قلت خلاص، انا قلت للمدرب انا لازم اشتغل يعني، لازم اشوف اي حاجه اعمل فيها اي حاجه يعني. فابتديت اشتغل يعني. انا كنت فاكر طبعا ايه، انا معايا شهاده، معايا بكالوريوس هشتغل بيه. أيوة. محاسب كده يعني. قال لك اركع على جنب هنا. بالظبط كده. طبعا الشهادات بتاعتنا لها قيمه هناك يعني. فاشتغلت انا ساعتها، اشتغلت في المطاعم، اشتغلت في اللي هو اشيل طوب، اكسر بيوت، حاجات كلها مجهود بدني كلها. فلقيت نفسي بصراحه انا تعبت يعني قعدت سنه يعني. اقول لحضرتك انا كنت ببكي مثلا كل يوم يعني مثلا اكلم اهلي وبتاع انت عامل ايه، انا تمام بس انا مش مبسوط. كويس. ولقيت ان هو في ناس يعني بره في امريكا، هي امريكا ممكن الواحد يتبهدل يعني، مش سهل، الغربه مش سهله يعني. فجيت رحت رايح للمدرب قلت له بصراحه انا مش هقدر اعمل كده يعني. فقال لي يعني طب ما تدرس. قلت له خلاص انا عايز يعني اخش الجامعه يعني. فكنت فاكر ان انا ايه طبعا زي مصر مش هقدر اخش كليه التربيه الرياضيه يعني. فبقول لي انت بتحب تدرس ايه يعني؟ فبقول له انا ممكن اختار. قال لي فبقول له ممكن اختار اي كليه؟ قال لي انت عمال تامن لنفسك. انا لان انا يعني مش عايز اتصدم تاني يعني. بالظبط كده. فقال لي انت ممكن تخش. فبقول له ممكن اخش كليه التربيه الرياضيه؟ قال لي ممكن. انا مش مصدق. ورحت رايح ورحت. المدرب بتاعي ساعتها الراجل ده كان لاعب في الNBA كرة سلة، كان راجل محترف، وكان ماسك ساعتها اللي هو رئيس اللجنة الرياضية في الجامعة اللي أنا فيها دي حضرتك. وبعد كده قدمت في الجامعة ودخلت، وتعبت في الأول طبعا، اللغة كانت بالنسبة لي صعبة. وذاكرت وبقيت أجاهد يعني، كل هدفي إن أنا أخلص يعني. ربنا كرمني، خلصت، كان تقدير امتياز، كنت من الأول على الدفعة. كويس. ادوني منحه اعمل ماجستير، وانا بعمل ماجستير اشتغلت في الجامعه زي معيد هنا. كويس. وبعد ما خلصت الماجستير برضك نفس النظام، راحوا جم مديني منحه اعمل دكتوراه. خلصت الدكتوراه. انا خلصت الدكتوراه في 99. انا ما لعبتش رياضه من بالظبط ب 93
لغايه 99. انا كنت مركز 6 سنين دراسه. 6 سنين دراسه. مركز بس ان انا اذاكر يعني، وتعبت جدا. دي الشهاده دي الشهاده بتاعت الدكتوراه حضرتك. نعم. وخلصت الدكتوراه، وبعد ما خلصت الدكتوراه انا جه اللي هو المدرب دوت قال لي لو تقدر ما تيجي تحاول تخش في منتخب امريكا وكده. فانا قلت له انا ما دخلتش بطولات من 93 لغايه دلوقتي. فراح قال لي يعني انت هتجرب عملتها. انت زعلان ليه يعني؟ فرحت حضرتك انا والمدرب دوت ودخلت التصفيات، كانت بطوله امريكا وكسبت وكسرت الرقم يعني، وعملت منتخب امريكا وسافرت معاهم اول بطوله عالم كانت في 99 1999 بعد ما خلصت الدكتوراه على طول. رحنا هناك وكسبت ذهب يعني وكسرت الرقم بتاعهم. بسم الله ما شاء الله. نعم. ورجعت بقى بعد كده قعدت لعبت مع منتخب امريكا، رحت معاهم الاولمبياد بتاعت سيدني ورجعت من الاولمبياد كرمني كلينتون، رحت البيت الابيض مرتين. قعدت العب معاهم لغايه 2004 رحت بردك الاولمبياد معاهم في اليونان، ورجعت من اليونان وكرمني جورج دبليو بوش. وبعد كده بقى بطلت انا في 2006 يعني. في 2006 حصلت لي الاصابه ديت، كنت بقول لحضرتك اللي هي المرحله الاخيره ديت وانا بعمل العمليه. دي انت مع كلينتون هنا اهو. دي مع كلينتون. ودي في البيت الابيض مع بوش. ولو حضرتك لاحظ هنا كل دول ابطال على فكره معوقين اسوياء مع بعض. ده الراجل اللي هو اخذني، ده الراجل ده لعب في الام بي اي اسمه كيندل ستيفنز. ده المدرب اللي هو المدرب الامريكي ده على فكره ده توفى، وقبل ما توفى حتى يعني كانت وصيته ان انا اتكلم في الجنازه بتاعته، ابقى انا اللي هو المتحدث الرسمي في اللي هتتكلم اللي هتقول الكلمه. نعم. ودول برضك ابطال عالم، دول اسوياء حضرتك في العاب القوه. انتوا في التكريم ما بيبقاش في حاجه اسمها يعني بص حضرتك الصوره ديت انت هتلاقي، بص انا لابس نفس الترنج اللي هو لابسه السوي. كويس. هنا في مصر بيبقى فيه تفرقه يعني، انت راجل معوق يبقى انت رجل بيجامه ولا اي حاجه. نعم. فاكر رجل بيجامه ولا لسه؟ نعم. دي انا مع منتخب مصر في سول 88. نعم. ودي انا حضرتك انا عملت في حياتي كلها 14 ميداليه بين ذهب وفضه. كويس. ودي مع جورج دبليو بوش في البيت الابيض يعني. وكرمني هو على فكره برضه، كتب لي جواب كده، جواب شكر وكده، وكان يعني جواب اعتزاز. بيقول ايه فيه؟ كان ايه يعني بيشكرني ان انا مثلت امريكا وعملت انجازات في امريكا ونشكرك على هذا. اهتمامهم، بيهتموا كل واحد يعمل اي حاجه. استاذ ابراهيم بص اهتمام منظومه كلها من اولها لاخرها. مفيش حد بيحيد عنها. بص انا شفت حضرتك قبل ما اخش عليك وانت بتتكلم، احنا هنا في مصر محتاجين ثقافه، في ثقافه مجتمع، سلوكياتنا. كويس. للاسف احنا مش فاهمين الديمقراطيه. صح. مش فاهمين الحريه. الديمقراطيه مش هي ان انا اتعدي على حد او بلطجه او كده يعني. لا، المفروض انا احترم الراي والراي الاخر يعني. بس احنا لسه يعني ايه، لسه مرحله نتعلم اللي هو الاساسيات اللي هي بتاعت الديمقراطيه والحريه وكده يعني. فربنا يهدينا ويهدي الجميع يعني. عزيز ويسا بيقول الاستاذ ابراهيم كل سنه وحضرتك طيب، وتحيه لضيفك الجميل البطل الدكتور عصام. وعندي سؤال للضيف الكريم، هل لديك افكار عمليه يمكن تطبيقها في مؤسساتنا التربويه لنصنع ابطال في مدارسنا وننتقل من مرحله الورق والخطط الى مرحله الواقع وتحقيق الاهداف والبطولات؟ ده سؤال مهم جدا يعني، سؤال كويس جدا يعني. حضرتك انت التعليم هنا في مصر مبني على الحفظ والتلقين. كويس. ودي للاسف يعني ايه، دي مش كويس بالنسبه لنا يعني. لان ممكن تلاقي واحد بيجيب 98 99% ويخش كليه الطب هو بيحفظ، فهو خرج من كليه الطب يعني بره غير كده يعني. كله معمول على الابحاث علميه. بص يا دكتور عصام، اتفضل حضرتك. احنا البلد الوحيد اللي فيها بتطبق منهج الحفظ والتلقين في العالم احنا. نعم. كل العالم تحول من سنين طويله الى البحث والمعرفه. نعم. مفيش حاجه اسمها حفظ وتلقين. نعم. اصرارنا على ان احنا حفظ وتلقين، ايه السبب؟ السبب حضرتك حط علامه استفهام بقى. نعم. لا، ما انت ما تعرفش السبب. هل يعني طب ما انا الحكايه دي انا من 10 سنين دخلت عشان اغير المناهج قلت هجمع مليون توقيع. كنت انا اول من اطلق حكايه المليونيه دي، قلت نعم. مليون توقيع
وعملت استماره مع، كنت رئيس تحرير الاهرام الرياضي، وعملت استماره وزعتها مع المجله عشان اجمع توقعات عشان نغير المناهج. نعم. لان انا بقرا ان مناهج الحفظ والتلقين مناهج غبيه ومتخلفه وما تفيدش الطفل ولا الطالب بتاعي والشاب بتاعي، وفي نفس الوقت بتعوقه على انه يمارس اي نشاط اخر الا يوري العمليه التعليميه. نعم. انما يبدو انه كان ده مطلوب. نعم. وما زال، ويبدو انه ما زال مطلوب. نعم. عشان كنا بنتكلم بصراحه. نعم. فزي ما حضرتك تفضلت قلت المناهج التعليميه عايزه تتغير. نعم. والحاجه الثانيه كمان برضك الرياضه في المدارس يا استاذ ابراهيم، للاسف احنا يعني احنا شلنا الرياضه من المدارس ازاي؟ نعم. لينا بقرارات قلنا ده المدارس قليله وناخد الملاعب نعملها فصول. هذا الفكر الذي اوحى للمسؤول بهذا الفكر هو ده اللي اوحى، ده اللي اوحى ليه، ده هو ده اللي لازم ندور عليه ونمسكه اذا كان عايش او ميت، لان هو ده اللي حرم مصر من اجيال قويه. نعم. وحرم مصر من مواهب رياضيه. نعم. وحرم مصر من كل حاجه، لان انا مش لغيت الرياضه بس، انا لغيت كل وسائل التربيه، المزيكا والشعر والادب والرسم وكل الحاجات. فدي كانت كلها حاجات مدروسه، بنفرغ، بنعمل عمليه تجريف لمجتمع. نعم. عبر سنين طويله من عمرنا. نعم. انا اقول لحضرتك انا عملت بحث. احنا عايزين نعمل ايه؟ خلينا سيبك من اللي فات دلوقتي. نعم. نعمل ايه؟ ردر على الرساله. والله احنا ممكن نعمل حاجات كتير جدا، يعني احنا لازم نغير نظام التعليم بتاعنا في مصر هنا. يعني التعليم لازم نبدا اولا، لازم نهتم بالطفل وهو صغير يعني. كويس. ولازم اصل حضرتك هو احنا لازم ناخد خطوه. يعني احنا للاسف اللي هو بياخد القرار بيبقى فرد واحد، المفروض هو بيبقى في مجموعه من كل حاجه. لكن حضرتك ساعات انت بتلاقي مثلا، يعني مثلا انا لو انا استاذ دكتور في التربيه الرياضيه، في ناس ما تحترمش استاذ دكتور في كليه التربيه الرياضيه. يعني هو ممكن يكون راجل سياسي، الراجل السياسي مثلا ممكن يكون راجل في اي مجال، ممكن يكون راجل بتاع اقتصاد ويبقى ماسك وزير الشباب والرياضه. طب الراجل ده لو بتاع اقتصاد ازاي هو هيفهم في الشباب والرياضه؟ فنرجع اللي هو ايه، المفروض نحط راجل مناسب في المكان المناسب عشان يقدر يحط قرارات سليمه يعني. هو زي ما تفضلت كده، انا رايي ان احنا عندنا خطط عاجله وخطط عاجله. فيما يخص الرياضه، خلينا في الرياضه اللي بنتكلم فيها. فيما يخص الرياضه، انا النهارده احنا كل المشكله بتاعتنا، الاشكاليه بتاعتنا كلها ان احنا عندنا رياضه بطوله بس ما عندناش رياضه ممارسه. نعم. ما الشعب ما بيلعبش، شبابنا ما بيلعبوش. فرياضه البطوله بتاعتنا بتتاخد من قطاع صغير جدا 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 لا يمثل القاعده اللي هي 80 او 90 مليون. انا رايي ان احنا نسيب اللي شغال فوق زي ما هو، ما احنا بقالنا سنين طويله في الهم ده، نسيبهم كمان 5 6 سنين. سيب اللي فوق ماشي زي ما هو، بس نبتدي تحت نصلح بقى. نعم. ناخد بقى نركز على الولاد اطفالنا الصغيرين كلهم، يبقى كل تركيزنا عليهم. لو احنا عملنا تركيزنا عليهم علميا في مدرسه، صلحنا لهم المدرسه بتاعتهم، يعني صلحنا لهم المنهج بتاعه، وجبنا لهم مدرس اللي بديله مرتب كويس قوي، وخليته يمارس كل انواع النشاط الحركي لفتره زمنيه، لما انا بقول من 6 سنين لغايه 12 بيمارس كل الانشطه، هقدر اعرف مين المواهب الموجوده بعد 6 سنين في الولاد دول. نعم. اقدر اعمل قاعده ابطال كبيره. نعم. والولاد اللي بيمارسوا دول اخليهم يمارسوا لاخر عمرهم عشان المجتمع يستفيد منهم، لياقتهم كويسه وصحتهم كويسه فينتج كويس وهكذا. نعم. مش هو ده اللي المفروض؟ وهو ده اللي بيمشي في امريكا حضرتك. يعني هم اصلا بيحطوا الرياضه للجميع، يعني الرياضه ممارسه للاطفال. بتلاقي الطفل ده حق. ده حق، ده وفرض على فكره. نعم. حضرتك بص يعني احنا هنا الرياضه في مصر انا بحس ان هي كره قدم واهلي وزمالك، مفيش حاجه تانية. هو الرياضه مش كده خالص. الرياضه هي نشاط، ما احنا بنقول له دايما في النشاط. انا عايز كل واحد يلعب بس. يعني حضرتك انت لو انت خرجت ولعبت 45 دقيقه، مشيت، جريت، عملت الرياضه اللي هي اي نشاط حركي كويس، انت حركت الدوره الدمويه، اربطه، مفاصل، عضلات، بالظبط كده. ريحت نفسك من الضغط النفسي العصبي، عرفت تنام كويس، هتاكل كويس، مع مجموعه تغذيه هتلاقي الواحد صحته تبقى كويسه. ده بالعكس، لو الناس اللي هم هنا في مصر قايمين على اللي هو رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه، لو انا عندي شعب صحي انا بوفر فلوس بالنسبه للي هو الدواء والعلاج والمستشفيات، وتاخد اجازه من يعني كل الحاجات دي بتاثر. وهتبص حضرتك تلاقي مثلا اليابان، امريكا دلوقتي مثلا في كل مصنع
لا يحط مثلا ايه في نادي جوه المصنع. الرياضه تعويضيه. لازم الراجل يقعد مثلا ايه 3-4 ايام في الاسبوع يخش ساعه عشان يلعب ساعه بالظبط كده. ويقول لك ايه، وحتى الابحاث اثبتت ان هو بالساعه ديت ينتج اكتر. كويس. لكن احنا ما بنبصش كده، احنا فاكرين ان الرياضه هي بس هي الرياضه مسخره عندنا كره قدم بس يعني. وحتى كره قدم حضرتك يعني انا يعني هنا مثلا انا ببص مثلا للاهلي كمنظومه يعني او كنادي. النادي الاهلي او اي نادي يعني ده بياخد معونه من الحكومه. لا ما بياخدوش دلوقتي، بس هو الاول كان بياخد معونه يعني يعني كان بياخد معونه. المعونه ديت بتيجي من فلوسك وفلوسي اللي هي الضرايب وكده يعني. وفي نفس الوقت بتلاقي هي اللي بيقتصر على الفرد ان هو يخش يبقى عضو في النادي دوت الا الناس اللي هم مبسوطه يعني. لازم تبقى معاك مثلا 150,000 جنيه عشان ابقى اخش امارس رياضه. والناس الغلابه هو ما يقدرش يعدي من جنب النادي. طب ما ده مش عادل. ما ده عشان كده انا بقول اذا كنا عايزين نصلح منظومه الرياضه، نعم، الدوله بتشيل ايدها من قطاع البطوله، مالهاش علاقه بيه خالص، ده بتاع القطاع الاهلي. نعم. انما انتوا هاتوا لي ارض واعملوا لي ملاعب. انا عايز كل طفل، ده احنا عايزين نحطها في الدستور. نعم. ممارسه الرياضه، ممارسه النشاط الحركي، حق لكل مواطن. حقه لكل مواطن. نعم. حقه ان يجد المكان اللي يلعب فيه والوقت اللي يلعب فيه. نعم. نعم. هل حد يسمع كلامنا؟ والله يا استاذ ابراهيم يسمع لو وصل الناس اللي هم بيقدروا وبيفهموا. ما زي ما حضرتك تفضلت، احنا الدوله متخيله ان الوزير اللي بيجي ده وزير كوره. نعم. انه وزير بتاع منتخبات، هو لا له علاقه بالمنتخبات ولا بالكوره ولا بعلاء اسماعيل اللي ابو القاسم اللي فاز، ولا له علاقه بالكلام ده. هو علاقته تحت. انا اعمل القاعده الكبيره دي اللي تعمل. انا بعمل اخلي مصر كلها تلعب عشان ينتجوا. عشان الاقي صحه كويسه، عشان لما اخدهم عشان في الجيش الاقي رجاله، عشان لما يروح يبقى موجود في شغله يبقى قوي، عشان تبقى كويسه، عشان نعم. الدوله تنظر للرياضه نظره دونيه. نعم. والشعب بينظر لها نظره دونيه. نعم. يعني ده ملخص الموضوع. نعم. في بس مصطفى بيقول يا استاذ ابراهيم لازم يكون في اهتمام بالرياضات الاخرى، عشان احنا لو اهتمينا بيها هنبقى واخدين ميداليات. ودي حقيقه. دي حقيقه بنقولها بعد كل دوره اولمبيه. يعني احنا لما نلاقي انجي محمد بتقول ايه اسباب تمثيل مصر السائي في كل الاولمبياد. ما هو تمثيل مصر السائي في كل الاولمبياد اللي هو الكلام اللي بنحكي فيه ده، لان انا مش ما عنديش قاعده ممارسه. لازم ابتدي الموضوع من الاول. ان كله يمارس، هيتفوق ناس او يظهر لنا مواهب، اخدهم اعمل منهم ابطال واعملهم بالطريق الصح. فده مش عندنا يا ست انجي. يعني هقول ايه بس. في سؤال تاني، منى بتقول عبد العزيز لازم ندعم الرياضات الفرديه ونسيبنا من الرياضات الجماعيه اللي موديانا ورا. طبعا الكلام ده كله لو انا دلوقتي رجعنا لبعد الدوره بتاعت بكين، اخر دوره مش كانت بكين؟ نعم. هنلاقي نفس تعليقاتنا. نعم. وكان كل سنه بعد ما بتتعمل دوره اولمبيه ونخلص كان يتعمل قرار يقولوا اعملوا لجنه عشان تشوف الاداء السيء، ويتعمل لجنه والناس بتروح. نعم. وكل مره بتروح ويعملوا ويقعدوا يكتبوا يعملوا ما يعملوش حاجه. ما هو بص حضرتك يا استاذ ابراهيم، هو احنا هنا بنتكلم كتير ما بنعملش حاجه. فعل ما فيش فعل. قرارات كتيره، قوانين كتيره، لكن احنا بنفعلها؟ لا ما بنفعلهاش. هي دي مشكلتنا يعني. لكن انا عارف ان احنا هنا في مصر في عقول ما شاء الله، بس ادي الناس دي فرصه. يعني ادي الناس دي فرصه، اشتغل مع الناس ديت، هيبقى في شغل. والله دكتور عصام يعني مش عارف، قول لي في المناهج بتاع في كليه التربيه الرياضيه في الجامعه عندك هناك، المناهج اللي عاملينها ايه؟ المناهج اللي موجوده اللي بيدرسوا بيها خريج التربيه الرياضيه في الجامعه الامريكيه بيطلع يشتغل ايه؟ بيطلع يشتغل فين وبيدوا له ايه؟ نعم. خريج التربيه الرياضيه انا في الكليه اللي انا فيها دي فيها تخصصات اصابات ملاعب، مدرس تربيه رياضيه، ممكن يطلع علاج طبيعي، دكتور علاج طبيعي كويس، اخصائي علاج طبيعي، اخصائي علاج طبيعي، مدرب، اداري، اداري، نفساني. طيب بفكرني عشان تكلمني عن النفساني دي، عايز اسالك الاخصائي النفسي ده بس شويه. نعم. دول تخصصات. نعم. من اولى بيدرس التخصص ولا بعد فتره معينه؟ هو حضرتك هو من اول سنه اولى بيدرس التخصص. يعني هو حتى لما بيجي بيحط اللي هو الابلكيشن بتاعه ويكتب يقول انا عايز كذا، انا عاوز ابقى مثلا ايه الطب النفسي او الطب الرياضي النفسي. كويس. هو خلاص هو من اول سنه بيبقى كده. فهو بياخد مواد، هو نظام التعليم هناك هو لازم يخلص 120 ساعه
عشان يخلص البكالوريوس. 120 ساعه في الاربع يطلع ياخده في 3 ياخدهم في 3 سنين ونص 4 سنين يعني، على حسب هو على عدد الساعات اللي هو بياخدها يعني. على حسب السمستر. 120 ساعه 120 ساعه كويس. في كل المواد. في كل المواد كويس. ده يخلص ديت 120 ساعه ياخد بكالوريوس تربيه رياضيه وعلى حسب التخصص اللي هو فيه. وبعد ما يخلص التخصص اللي هو فيه حضرتك يبدا انا دلوقتي هبقى مدرس تربيه رياضيه. بعد ما اخلص دوت لازم اخد امتحان اللي هو للرخصه اللي هو ممارسه المهنه. ممارسه المهنه كويس. ده اللي هو مدرس تربيه لاي تدريس تخصص لاي حاجه. كويس. وهنا في امريكا يعني هو بتلاقي في امريكا في اي تخصص من التخصصات لازم تاخد اللي هو رخصه ممارسه المهنه. لان هو ممكن يقول لك ايه، ما هو قعد 4 سنين حفظ الحاجات ديت، او هو ما عندوش خبره ان هو يبقى مثلا مدرس تربيه رياضيه. فيدوا له امتحان، والامتحان ده بيبقى تابع اللي هو مثلا وزاره التعليم، وزاره التربيه والتعليم. كويس. فبتقول ان الراجل ده مؤهل يقدر لو مدرب وجمعيه مدربين او كلام. طيب فيما يتكلم بالاخصائي النفسي، لان انا ما عندناش ده، ودي مشكله كبيره جدا، ومش معترفين بهذا الموضوع عندنا. المناهج بتاعتها يا اما ان احنا يعني عايزين يعني تحاول يعني نستفيد منك في هذا الموضوع، ان كليه من كليات التربيه الرياضيه اولا اتمنى ان هم يعملوا نظام التخصص، لان هم لغايه دلوقتي بيطلعوا مدرسين واصلا المدرسه المصريه ما فيهاش تربيه رياضيه. انا مش عارف المدرسين بيعملوا ايه، فاللي حصل انه بيطلعوا يشتغلوا اي حاجه. فاحنا عايزين نعمل نظام التخصص، بس انا عايز الاخصائي النفسي ده. ما اعرفش انت عندك درايه يعني ايه بشكل الحاجات اللي بياخدوها قد ايه في ال4 سنين دي؟ هو برضك نفس نظام حضرتك. انا ما عنديش يعني فكره. انا فاهم. لكن انا ما بدرسش اللي هو مش تخصصي يعني. لكن هو بيدرس 120 ساعه في اللي هو نفس التخصص اللي هو هل المنهج ده سهل ان احنا نشوفه ايه ونعمله ايه؟ طبعا. لان احنا عندنا مشكله ومش معترفين بهذا الموضوع، وهذا الموضوع مهم جدا. احنا عندنا مشكله باديه منين؟ احنا بندخل ولادنا في المنافسات، يدخل بطولات في سن 8 9 سنين و10 سنين. وهذا محرم دوليا. لان الجهاز العصبي بتاعه ما اكتملش. والمفروض ما يخشش منافسات الا بعد 15 سنه بعد مرحله البلوغ. فالولاد لما بيخشوا في السن الصغير في منافسات، خاصه لو بقى سباحه ولا اي حاجه، اي منافسه بتبقى فيها يعني في اللعبات الفرديه بالذات بتبقى قاتله جدا، فيا عيني بيبقى ضغط جامد على الجهاز العصبي بتاعه، بيحصل له خلق، بيحصل فيه بيتعور، بيتخدش، بيحصل له دامج في الجهاز العصبي. يكبر يجي يخش بقى الولد ده مثلا يبقى بيلعب سكواش ويبقى ماتش بول، هيكسب الماتش كله، فاضل نقطه واحده هيكسب الماتش كله. تصور يخسر النقطه ويخسر شوطين ويخسر الماتش. طيب في مكالمه بس من القاهره ناخدها. الاستاذ وليد. مساء الخير يا استاذ وليد. ازيك يا فندم؟ ازيك يا دكتور ابراهيم؟ لا انا مش لا الدكتور اللي قاعد قدامي، انا مش دكتور. الدكتور عصام هو الدكتور. انا ازيك يا استاذ؟ بعد اذنك ازيك يا استاذ عصام؟ اهلا. ازاي الصح؟ يعني هو الاستاذ وانا الدكتور ولا مش عارفني الاول؟ طب قول له انت مين اصلا؟ مش انا وليد ابن عم خليل بتاع الصوافه، ابن الحاج ام نبيل، اخو ماهر ونبيل ومحمود. هو يا عم جاب لك عابدين كلها اهوت. صاحب حاتم ووائل وياسر. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ وليد؟ الله يخليك يا باشا. انت من عابدين بقى ولا منين يا عم وليد؟ من الصوافه. امال ده يعني ده الاساس بتاع عابدين كله. انا جاره والحاجه ست والحاجه ام علي وكده، ده هم اللي مربينا الناس دي اساس منطقه عابدين يا حاج ابراهيم. ربنا يكرمك ويكرمهم يا عم. شيت وبالذات عصام ده انا يعني ده اخويا الكبير. الله يخليك. ده اخويا الكبير بجد يعني. الله يخليك يا استاذ وليد. الله يخليك. ودايما بالتوفيق يا كابتن عصام، ومنور الشاشه والله منور الشاشه. الله يخليك. الله يخليك. منور مصر كلها دكتور عصام في زيارته دي كلها. الله يخليك. شكرا يا استاذ وليد، شكرا. ايه يا بنت استني بس، الراجل اصل الوقت خلص دلوقتي. هل ممكن يعني في نص دقيقه انا اتمنى ان احنا نعمل حاجه نستفيد من الجامعه دي، نعمل نوع من انواع التبادل ده. اتمنى ان احنا نقدر ندخل الموضوع، وانا اتكلمت يمكن معاك يا دكتور في هذا الموضوع قبل كده. اتمنى ان موضوع الاخصائي النفسي ده موضوع مهم بالنسبه لي. والله استاذ ابراهيم انا تحت امرك في اي حاجه يعني. انا فعلا يعني على فكره امريكا سهل جدا التعامل معاها. يعني انت لو جيت مثلا وحبينا نعمل تبادل رياضي او التبادل تعليمي بين الجامعه بتاعتي واي جامعه هنا، سهل جدا. هناك سهل جدا. هو بيبقى التعقيد هنا في مصر يعني انا حاولت حضرتك ان انا مثلا اعمل لو تفتكر حضرتك احنا من 3 سنين اتكلمنا
وكنا اتكلمنا عن اطفال الشوارع. نعم. كويس. اطفال الشوارع انا يمكن يعني انا في بحث او في دراسه انا عاملها، والله احنا ممكن نستفيد باللي هو طلبه الجامعات ومش هتكلفنا اي حاجه. كويس. ان احنا نخلق من حتى مش اطفال الشوارع بس، اللي هو الشباب اللي هم تسربوا من تعليم وتسربوا من ده، ازاي اعمل منه ابطال، ازاي ممكن نغير منهم. يعني انا حضرتك انا بقول لك انا في الماجستير بتاعي، انا عملت في الماجستير بتاعي بحث ان اذا كان الرياضه ممكن تغير من سلوك الفرد او المجتمع. وكان معايا شويه مجموعه ولاد يعني، وفعلا اثبتت ان الرياضه ممكن تغير من سلوك الفرد والمجتمع. نعم. فده يبقى شيء كويس يعني. انا اتمنى يعني انا في حاجات ممكن نساعده. لو في اي حاجه. طب قبل ما تسافر بالسلامه تسيب لنا ورقتين 3 وهنشوف مين اللي هيمسك. ما احنا عندنا يعني لما ان شاء الله تتعمل وزاره نشوف مين اللي هيمسك هذا الكلام، لان احنا بنتكلم على قضيه فيها عدد كبير جدا ومش عارفين نحلها. انا تحت امرك. احنا مش عارفين نحلها اصلا. انا تحت امرك. ربنا يعني يخليك. انت مسافر بالسلامه امتى؟ انا مسافر يوم 15/8 ان شاء الله. طيب قبل يعني قاعد معانا شويه ان شاء الله. طب خلاص يبقى ممكن نعمل هذا الكلام على فكره، ونعمل الاتصالات ديت، يا رب نعرف نعمل ده. فاذا كان كده لاحظ انت الكلام ده ازاي نعمل ده، وازاي نعمله تعاون، نعمله مع جامعه. نعم. يعني نعمل الحدوته دي مع جامعه. نعم. بمعرفه الوزاره، عشان هي تبقى اللي هم اخواننا بتوع المركز بتاع الحقوق بتاع الانسان ده والكلام. نعم. ده اللي هم هذا الكلام. نعم. دي قضيه خطيره جدا، لان طفل الشوارع ايه ذنبه؟ طفل نعم. الشوارع بقى عندنا طفل شوارع وشاب شوارع ورجل شوارع. نعم. وسايبينهم ومحدش واخد باله. فاذا كان انت الماجستير بتاعك كان في حاله زي كده، نعم. فيا رب نقدر نعمل. انا تحت امرك. انا شرفت بيك يا دكتور. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. الله يخليك. وربنا يعيد عليك الايام بخير، ودايما كده منورنا وحاجه تفرح. انا شخصيا فخور جدا والله العظيم ان احنا حاجه احسن. الله يخليك. انا بشكرك. انا بشكر حضرتك. الله يخليك. تصبحوا على خير.